في ذاته وبارك من شاء من خلقه. الحمد لله العلي الأكرم، لا يوفي قدره بشر ولا يقوم بحقه، ولا ينفك مخلوق من رزقه، ولا يستغني بشر عن جوده ورزقه. هو الأول في هذا الوجود، وله وحده القيام والسجود. وجوده سبحانه لا يشبهه وجود، وجوده سبحانه لا يشبهه وجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي العدة في الشدائد والعون في الملمات، وهي أنس الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة، وهي التي تثبت الأقدام عند المسالك وتربط على القلوب عند الفتن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، في تحايانا وفي دعواتنا عبارات تستحق التأمل، كلمات نرددها كل يوم، كلمات نرددها كل يوم بيننا وفي صلواتنا، وقد جمعت خيري الدنيا والآخرة وسعادة الحال والمآل. إنه الدعاء بالبركة. يلقى المسلم أخاه فيقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل تأملنا معنى الدعاء بالبركة؟ وفي صلواتنا ندعو: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وفي دعاء قيام الليل: وبارك لي فيما أعطيت. ونقول للزوجين: بارك الله لكما وبارك عليكما. فما حقيقة هذه البركات؟ عباد الله، أصل البركة الثبوت والدوام والاستقرار، والبركة النماء والزيادة وكثرة الخير، والبركة كلها من الله. فإن الرب تعالى هو الذي تبارك وحده، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة. وصفها بالبركة في آيات من كتابه: وبارك المسجد الأقصى وما حوله. أيها المسلمون، وقد يجعل الله بعض خلقه مباركا فيكثر خيره ويعظم أثره وتتصل أسباب الخير فيه وينتفع الناس منه، كما قال المسيح عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة هبة من الله فوق الأسباب المادية التي يتعاطاها البشر. وإذا بارك الله في العمر أطاله على طاعته أو جمع فيه الخير الكثير، وإذا بارك الله الصحة حفظها لصاحبها، وإذا بارك في المال نماه وكثره وثمره ووفق صاحبه لصرفه في أمور الخير وأبواب الطاعة. وإذا بارك الله في الأولاد رزق برهم وهداهم وأصلحهم. وإذا بارك الله في الزوجة أقر بها عين زوجها. وإذا بارك الله في العمل امتد أثره وعظم نفعه وبره. وما بارك الله الأعمال بمثل الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الله تعالى هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه. وفي الأثر الإلهي يقول الرب تبارك وتعالى: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح.
وكم رأى الناس من بركة الله في الأشياء والأوقات والأقوال والأعمال والأشخاص، فيكثر القليل ويعم النفع ويتصل الخير. وفي سير العظماء عبر من البركات، وقد كانوا بشرا من الناس، ولكن الله بارك في أعمالهم وأعمالهم. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يومه يوما مباركا، وقد عم نفعه وتوالت بركاته، ولا زالت تترى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع أن دعوته لم تتجاوز 23 سنة. وكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 وأشهرا، ومع ذلك حقق فيها ما يحتاج معه إلى عقول. وفي العلم ترى من العلماء عجبا، فهذا الإمام الشافعي رحمه الله توفي وهو في سن 54، وهذا الطبري والنووي وابن تيمية وغيرهم تركوا لنا إرثا من العلم والكتب ما تنقضي دونه الأعمار ويعجز عنه الفئام من الرجال، وليس ذلك إلا إعانة من الله وبركة جعلها في أوقاتهم وفي آثارهم. وأما البركة في حياة الناس فقد كان يكفيهم القليل، رزق كل يوم بيومه، يؤوي البيت الواحد جمعا من الأسر، تظللهم القناعة ويعلوهم الرضا وترفرج عليهم السعادة. ولقد فتح على الناس من أسباب الرخاء ما لم يفتح على أحد قبلهم، وتفجرت كنوز الأرض، وتوافرت الأموال والتجارات، وتعددت طرق الكسب تزكيها المخترعات والمكتشفات والصناعات. فما ازداد الناس غلب على العالم الشكوى من الفقر والقلة وشح الوقت والخوف من المستقبل، مع توافر كل أسباب الرخاء. فأين الخلل؟ إنه محو البركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا يبارك لكم فيه. رواه مسلم. وفي كتاب ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الإعراض عن الله سبب الشقاء الذي يشكو منه الأفراد كما تشكو منه الأمم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه مسلم. وفي العلاقات الزوجية تأمل تكرار التقوى وآثارها في سورة الطلاق، ثم التعقيب بقول الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، إنما السنن نفسها تجري على البيوت والأفراد كما تجري على الأمم والقرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وهدانا صراطا مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده سبحانه على مزيد الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والعزة والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ختم به النبوة والإرسال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى
وعلى الصحب والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، اتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من حسن العبادة وشكر النعمة المبادرة إلى ما ندبكم إليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء، فهذا يوم نصر وعز وشكر، ونحن أحق بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وفي الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وإن من البركة في العمر أن يوفق الإنسان إلى أعمال يسيرة لينال بها أجورا كثيرة، فبادروا رحمكم الله إلى صيامه، ومن كان صائما فليصم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، كما أرشد إلى ذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على الحمد لله، تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه. الحمد لله العلي الأكرم، لا يوفي قدره بشر ولا يقوم بحقه، ولا ينفك مخلوق من رزقه، ولا يستغني بشر عن جوده ورزقه. هو الأول في هذا الوجود، وله وحده القيام والسجود. وجوده سبحانه لا يشبهه وجود، وجوده سبحانه لا يشبهه وجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي العدة في الشدائد والعون في الملمات، وهي أنس الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة، وهي التي تثبت الأقدام عند المسالك وتربط على القلوب عند الفتن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، في تحايانا وفي دعواتنا